قصه البقره اللي كانت سبب في انها تفضح الشاب اللي قتل عمه، قصه البقره اللي اتذكرت في اكبر سوره في القران الكريم وبسببها سميت بسوره البقره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ان شاء الله تبقوا بخير. مبدئيا كده نصلي على النبي، صلينا على النبي ندخل في الموضوع. بالمناسبه ده اول فيديو طويل بعد ما وصلنا ل 100,000 مشترك، شكرا جدا ليكم. معاكم ابراهيم علام ودي سلسله اعرف حاجه بدل الهلس. يا ريت بس قبل ما نبدا الحلقه تدعمونا بلايك واشتراك. قصتنا بتبدا عند راجل كبير في السن من بني اسرائيل. الراجل ده كان غني جدا، وعلى الرغم من غناه ده ما كانش بيعمل اي خير. وفي الناحيه الثانيه الراجل ده ولاد اخوه كانوا فقراء وحالتهم على قد حالهم، ومن فتره للتانيه كانوا بيروحوا له علشان يطلبوا منه المساعده، وبما انه بخيل ما كانش بيديهم حاجه. وفي يوم من الايام ابن اخوه اللي حالته على قده طلب منه انه يتجوز بنته، لكن الراجل ده رفض نهائي. وقتها ابن اخوه قلبه اتملى من ناحيته غل وحقد، ده لدرجه انه قال والله لا اقتل عمي واخد ماله وكمان هتجوز بنته، وفوق ده كله هطلب فيه ديه. انت متخيل ان الشاب ده هيقتل عمه وياخد فلوسه؟ لا وكمان يقول ان حد هو اللي قتله وياخد من الحد ده ديه. المهم الشاب ده استغل ان في قافله تجاريه جايه على بني اسرائيل، فقرر يروح لعمه علشان يقنعه انه يجي معاه، ده لانه فقير. انما بقى لو خد معاه عمه هيدوله بضاعه على طول لانه غني. وبالفعل خرج الشاب ومعاه عمه، ولما وصلوا للمكان اللي هم محددينه قتل عمه وسابه ورجع وكانه ما عملش اي حاجه. ولما وصل البيت قالوا له ان عمك ما جاش من امبارح، ومن ذكائه راح للمكان اللي عمه اتقتل فيه، فلقى ناس ملمومه حواليه وهو ميت. فعلشان الشاب ده يحبك المشهد، المسكين بقى يعيط ويشيل التراب ويحطه على دماغه، ده لدرجه انه اتهم اشخاص من الناس اللي موجوده ان هم اللي قتلوا عمه. المهم الناس قرروا انهم يروحوا لسيدنا موسى علشان يحكم ما بينهم، ولما جه سيدنا موسى حكم وقال لازم تدفعوا الديه. لحد دلوقتي الحقيقه مخفيه وما فيش حد يعرف مين اللي قتل الراجل ده. التجار وقتها علشان يبرروا موقفهم قالوا لسيدنا موسى ان كان على الديه فبسيطه وهندفعها، لكن مش عايزين نتعاير بين الناس ان احنا اللي قتلنا الراجل. يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا مين اللي قتل الراجل ده. شوف الكبر يا اخي، على الرغم من ان بني اسرائيل في اشد الحاجه لله الا انهم بيقولوا يا موسى ادعو لنا ربك مش ربنا. المهم لما سال سيدنا موسى ربنا على القضيه دي، راح سيدنا موسى لقومه وقال لهم ربنا بيأمركم انكم تذبحوا بقره. قالوا اتتخذنا هزوا؟ جرى يا موسى بقى احنا بنسالك علشان نعرف مين اللي قتل الراجل ده، انت هتقول لنا اذبحوا بقره؟ رد عليهم سيدنا موسى وقال لهم اعوذ بالله اني اكون من الجاهلين. ربنا قال ليهم ولا تكون بقره كبيره في السن ولا صغيره، متوسطه يعني. الموضوع يخلص على كده. بني اسرائيل قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني على التفاصيل الزايد. قالوا انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب ما كانت اي بقره وهتمشي؟ لا ازاي؟ بيعنده مع ربنا. ربنا قال لهم بقره وتكون لونها اصفر شديده الصفار فيها شيء من الحمره. الموضوع يخلص على كده ويذبحوها. بني اسرائيل قالوا لك لا يا باشا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. يا موسى قول لنا مواصفات اكتر لان ما فيش اكتر من البقر. ولولا انهم ما قالوش ان شاء الله كان ربنا هيفضل يصعبها عليهم. وهنا ربنا قال الوصف الاخير للبقر، قال انه يقول انها بقره لا ذلوله تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء فيها، يعني بقره سليمه وصحتها حلوه ومش متهان. المهم فضلوا يدوروا على البقره دي، وفي النهايه لقوها عند شاب بار بوالده، وكان وارث البقره دي من ابوه. فجم يشتروها منه لكنه رفض. قالوا له طب هناخدها منك ونديك بقرتين، برضه رفض. وفضلوا ياخدوا ويدوا في الكلام لحد لما قالوا له هناخد البقره دي ونديك 10 بقرات، ولكنه برضه رفض نهائي. طب يا عم هناخد البقره دي ونديك وزنها ذهب، برضه رفض. قالوا له هناخد البقره دي ونديك 10 اضعافها من الذهب. وهنا الشاب ده وافق. خدوا البقره وراحوا لسيدنا موسى. سيدنا موسى امرهم انهم يذبحوا البقره، فذبحوها وما كادوا يفعلون. مش عايزين يعملوا كده، بني اسرائيل مترددين على الرغم من كل اللي حصل لهم ده. المهم امرهم ربنا انهم ياخدوا عظمه من جسم البقره. خدوا العظمه من البقره وضربوا الراجل الميت بيها اللي هو عم الفتى. وهنا حصلت المعجزه. الراجل ده على الرغم من انه ميت صحي والروح ردت فيه. لما صحي سيدنا موسى ساله وقال له مين اللي قتلك؟ رد وقال الذي قتلني ابن اخي، ورجع مات تاني. والله اعلم. كان معكم ابراهيم علام في سلسله اعرف حاجه بدل الهلس. يا ريت تكون دعمتنا بلايك واشتراك وفعلت زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.